بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدي المسألة الثالثة، مسألة سي، كيفية تطهير النجاسة بالسرشاق بالشوانية فاقشكرنا بيساتية. نكابو ما هندا تشتكوتن بيسن باشا افتشتني بيس اگر بجل كتابة بين هانشي مثلا جهة كبابين ابعارده كبابين ام دي شوا فاقشكين كان طريق هنا وتي يأتي إذا كانت النجاسة في الأرض والمكان وتكال بيساتيك بعرض كبابيت عليكم السلام عرض كبابيتا بجهة كفاية فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة. قلت أجر تفت باقش بجي هما تيرها تجارك بتنبشوي. قلت تذهب رانجي تذهب بعين النجاسة هفششتنا هاني شبكة او بيساتي في ديار حجمه او بيساتي بخا راكت ونهري هذا خلاص. قلت فيصب عليها الماء مرة واحدة. ايجار تدي اوفي الريج يسر لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد. جبال پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام أمر كر و آوه بريج نسر دست آوا زرافيا و أعرابي و كوچر عربا اوید مزگفت و دست آوا خايا زراف فش كره چكر قوتي هم هرن آوا لكن خلاص. إذن اگر هاتو تشكي و صايبيس دست آوا كازرا و تشكي عردك و بود طيبتي اگر نمخفي رو تشو صابن عردك تو هم ده بس آوه لكي و خلاص. يعني جارك بتني تبشوي بس اگر خواه مخفي لكي جارك تبشوي بس. يدوي إذا كانت النجاسة على غير الأرض. قلت أكر بيساتي في جاري نفس العردية بوتشيا كأن تكون في الثوب بنمونا يبجل كتابة أو في الإناء أني بيساتي كفتت آمانا كي هودا. قلت فإن كانت من كلب ولغ في الإناء قلت كبونو من الصياكة أزمان خوي كديت آمان دو إنا يبرا. قلت فلا بد من غسله 7 غسلات إحداهن بالتراب. بدفيا في آمانها تو 7 جارة بشوي ايكش وان 7 جارة بآخي بيت جارة ايكي بيت جارة دوي ياسيا 7 بيت تو جارة ايكش وان 7 آخي بشوي لقوله صلى الله عليه وسلم شبه قلنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم اگر صي دوی خاطرت آمان ایکش هوا داود ازمان خاطر دا این بر معنای گلیزه و کفت ناف دا چونکه او ویروسه های ناف گلیزه و دا قد فليغسله 7 بلا 7 جارة بشودن اولاهن بالتراب جارة ایکی بلا بآخه بشودن بوچ بآخه چونكي آخية معقمة يعني وان فيروسات كجيدن وفعلا يعني تجربة تاضينا كرن او فيروس نمرية إلا بآخي نبيد صابين بكارنا شامبو بكارنا نمرية حتى آخ كارنا إنا نمرية لما بجيكش حكمة تقولنا البيغمبري عليه الصلاة والسلام. وهذا الحكم عام في الإناء وغيره. اف حكمة هني عامة چه آمان بيت آن تشتكي دي بيتن جليزة صايبة ومينيتن كالثياب بونمنا ابجل كتابة ببيتن والفروشي ابنفينا وبيتن هر دو ده وصا شوي 7 جارة جارة كيب آخي. أما نجاسة الخنزير أما بيساتية برازة قد فالصحيح يا درست أنها كسائر النجاسات يا وكي هم بيساتية دي يكفي غسلها مرة واحدة هم تراها تجارة جبتن بشوي تذهب بعين النجاسة أو بيساتي بي أو بيساتي جيب شي تنبويشش نهم بس. ولا يشترط غسلها 7 مرات نشرت تحف جارة يا براز بشوينا بس أو يصي وصي. وإن كانت النجاسة من البول قلت أجر هاتو بيساتي هني أو بتشكي بي دست آوكا زرا بونمونه والغائطي آن دست آوکا ستیره و بجلکه که بتشکه و بی آمانه که و الدم آن خینه قلت ونحوها ويتوكيوان فإنها تغسل بالماء تدب چشوي اب آوه شوي مع الفرك
يعني مع الفرق يعني ديال برخاندني او بدلك دي برخيني والعصري وجفاشتني قوتي حتى تذهب وتزول حتى او مثلا داس افازراغا بيساتيا كي داس افاستيلا خوينه تشيتنو نمينيتا قلت ولا يبقى لها اثر وتشينوي تبيبنا بنا ويكفي في غسلها مرة واحدة بتني جارك بتني تبشوي بس يوم هم نمين دبيبا ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح يعني او بچيكي هشتا خارن نخاره تيرا هيا اگر هاتو اوي دست آوا خواه زراف كرب تشتكي همو بس برشينه وهو رشه بالماء آوه برشينه خلاص باقش بيت اگر كور بيتن اگر كورتياج بيت نكيچه وهشتا شيرت خارنين خاتن دست آوا خواه زراف كرب جلكه كبه بنوينه كبه اما هنده آوه دل رشينه خلاص باقش بيت لقوله صلى الله عليه وسلم جبل كتنا في غنبري عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية اگر کچ بیتن و هشتا خارن نخار بیتن دست آوا زراف کرب تشکی و تو دشوی قلت وينضح من بول الغلام بس ككر بیتن هنجي بس درشين ولحديث أم قيس بنت محصن المتقدم اجبر حديث أم قيس أو برن كبوري أما جلد الميتة مأكولة اللحم هاتا في چنده هنده يتشتي هاي گوشته وان تتخارم چه لبازاکا چیه گوشته آن تتخارن اگر مرار بی ده گوشته بخوای نه خلاص مرار بی گوشت نه تخارن با کفله و جلده و ده شرکن قد فإنه يطهر بالدباغ كافله وجيه بيسه بس تو شي باقش بكين دب چه باقش كين اب دبغ كرني جمارة كرني لقوله صلى الله عليه وسلم شبال قلنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام أيما إهاب هر جلدك هبيتا كافلك هبيتا دبغ بيتا جمارة كرن فقد طهر او باقش بي بجا هر منطقة كي بشكلك جمارة يتن دايتي شونو ده خوي بواركن و دان نبر هطا بين دايت تفكيلت هنارا هر ايك بتشكي باقش يتن قدوة جمارة ودم الحيض أخينا بين فيجاهية يجنكي تغسله المرأة من ثوبها بالماء دجن أفي خينا هني شود الجلكي خواكة أب آفي بشتي شوتا ثم تنضحه دي آفي لي راشينيتن ثم تصلي فيه باش دي نفيجي تداكت وتفعل المسلمين سر بسلمانية أن يهتم بالطهارة من النجاسات جرنجي بدأت باقجية يباقش بتنش بيساتية في بدنه بيساتي بلاشي ونبن ومكانه الجهة ونبن وثوبه الذي يصلي فيه وأوجل كيتو نفيجي بيتي بيساتي بفنبتن بو لأنها شرط لصحة الصلاة چونكي أف باقجية هاني باقجية لاشيتا و پاقجیا جلکیتا و پاقجیا جهتا مرجع بودرستا یا نویجه حتی اف هر سگت پاقج نبن نویجه تنه یا درسته بدویتو گرنگیه بدایه اف سیتت پاقج بن دا نویجه تا یا درست بیتن والحمد لله رب العالمين